السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وفاء عبد العظيم، قناة أنا وأحفادي. النهاردة إن شاء الله هنعمل السردين البلدي صينية مع بعض. طعمه حلو قوي قوي، إن شاء الله يعجبكم بإذن الله وجربوه. واللي ما اشتركش لسه معانا في القناة يشترك. أحلى متابعين في الدنيا عشان تكبر بيكم إن شاء الله ويوصلكم كل جديد. هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا السردين احنا بنجيبه كده يبقى كده صاحي كده وجميل، وبطنه يعني مش مفتوحة أو حاجة، وتلاقوا عينيه واسعة كده اهو. دي اسمها موزة، بتبقى مبرومة كده مدورة وجلدها ناعم، مش ما فيهاش قشور. السردين البلدي بيبقى مبطط شوية وفيه قشور كتير. دي الموزة اهي. بنفتحها كده، بنطلع الخياشيم من الراس، واروح جايه شدها بالبطن تروح طالعه سهل. عايزين بقى تفتحوها وتطلعوا السلسله براحتكم اهو، عشان ما تاخدش غسيل مننا. السلسله دي انتوا عارفين ان بيبقى متراكم فيها دم، فانا بشيلها ما بسيبهاش يعني اهي. هنعمل واحده كمان اهي بايدنا كده من غير مقص ولا حاجه. بنفتح البطن وبنطلع الخيشوم كده بتاع السمكه او السردينه اهي. نطلع الخياشيم كده تروح طالعه بالبطن معانا. افتح بقى كده واروح جايه مطلعه السلسله. عايزين تسيبوها بحالها براحتكم، انا بطلعها بصراحه اهي. سهله ما فيهاش اي حاجه خالص. نغسله بقى بميه، نشطفه بميه كده وليمون. ما بياخدش اي حاجه خالص، هو قلبه زي الفل ما فيهوش حاجه خالص اهو. هنا بقى هنعمل الدقه الجميله بتاعته. معايا توم وفلفل حامي وفلفل بارد وطماطم. هضربهم كده في الكبة. عايزين تدقوا في الهون براحتكم اهو. هضربهم في الكبة كده، وبعد ما اضربهم هحط عليهم التوابل بتاعتهم والليمون. ده ليمون اهو، وده ملح وفلفل وكمون وكزبرة. بس انا بحطش حاجة اكتر من كده. هقلب بقى الخلطة الجميلة دي. عايزة اقول لكم ريحتها حلوة قوي، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. ونجيب بقى صينية هرص فيها السردين. في ناس بتحب تفتحه كده وتحطه، انا بحطه زي ما هو ما فيهوش حاجه يعني، بيستوي على طول اهو. ممكن تسووه في الفرن، ممكن تسووه على البوتاجاز وبعدين تدخلوه تحت الشوايه نحمر اللون بتاعه. هحط ليمون تاني على عصر ليمون تاني على السردين نفسه اهو. ونزل بقى الخلطه الجميله بتاعتنا دي، واحطها اقلبها كده على السردينه كلها في الصينيه اهي. خلطة حلوة قوي وريحتها حلوة قوي. حط لها بقى شرايح من الليمون، ونحط لها شوية زيت. ممكن تقلبوا الزيت على الخلطة نفسها، وممكن تحطوه زي انا ما انا عملت كده اهو. وبعدين ندخلها الفرن او نسويها على البوتاجاز، وبعدين احمر وشها تحت الشواية براحتكم اهي. بصوا بقى طلعت حلوة قوي قوي. بصوا السردين جميل ازاي ومستوي. نطلع بقى كل اللي في الصينية، ما نسيبش اي حاجة من الخلطة الجميلة دي. يتغمس بقى بعيش بلدي كده ومخلل بصل اخضر، يبقى حلو قوي قوي. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. اكلة سهلة وبسيطة وحلوة قوي اهي. طلعنا بقى كل الحاجات الخلطة اللي هي نازلة كده في الصينية وحطيناها عليها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى السردين وجماله، وعايزه اقول لكم طعمه كان خطير تحفه بجد. ان شاء الله يعجبكم باذن الله وتجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.